نزلت قبل فترة موضوع اللي يصورون الأكل للأطفال. الحمد لله وجدت تفاعل والله كثير وأعلمكم بالجاي. واحد من المتابعين يروي لي يقول إني واحد يكلمه إن كانت زوجته مدرسة بجروب واتساب مدرسات بعد ما تزوجوا، وشوفوا إيش اللي صار. بعد ما تزوجوا راحوا الشرقية شهر العسل مبسوطين ومستانسين، راحوا مطعم وطلبوا عشاء. جت الزوجة وصورتها العشاء. تعرفون زوجة جديدة وزوج جديد أكيد بيطلبون أشياء أصناف جميلة يعني أشياء حلوة أكيد لابد بعد الزواج. ولكن شوفوا المفاجأة، طبعا كانوا مبسوطين وقت العشاء وسواليف وضحك. صورت الزوجة هالعشاء، أرسلت لجروب المدرسة كلهم مدرسات. كانت البنت ذي ما شاء الله تبارك الله تو متعينة وصغيرة، كان عمرها صغير وكان معها بالمدرسة مدرسات ما تزوجن وأعمارا كبيرة. يعني أرسلت على باب يمكن يعني شوف إني زوج مدلعني وكذا، ما توقعت يعني بيصير شيء ما هو زين بالنهاية. يقول لك سبحان الله بعد ما أرسلت الرسالة بدقائق انقلب جو الزوج 180 درجة. سبحان الله ما يدرون وش السالفة. هم توهم طالعين رحلة يمكن لهم يوم أو يومين، بعد ما تعكر مزاج الرجال وقال رجعنا. قالت وين يا زوج نرجع تونا باقي أسبوعين. قال أقول رجعنا بس. لا رجعنا وهي ما تدري ايش السالفه، هو ما يدري ايش السالفه. هو يقول اللي يسولف عليه ذا، يقول خوي يقول كان مخطط اذا دخل وصل بيته بيطلق على طول. يقول لما وصلوا الديره يقول قال خلاص بطلق. يا ابني وش السالفه؟ قال والله ما ادري خلاص بطلق. طبعا دخلت البيت تبكي، تعرف تو متزوجه وش السالفه بيطلق على طول وش السالفه. اهلها قالوا لازم نطلع على الموضوع. اصلا بالرجال يسألون وش السالفه يعني توكم متزوجين ليش تطلق؟ والله ما ادري كذا فجأة حسيت اني كرهت البنت ولا ابيها وبرسل لكم ورقة عن قريب. بعد ما رجعوا البنت وسألوها مرة ثانية وش اللي يعني وش انت خابر وش مزينة؟ قالت والله ما اذكر اني صورت صورة وارسلتها لجروب المدرسة وهذه المشكلة. الحمد لله كانت في ام حكيمة بنفس العائلة، قالت ما فيه الا انك تجمعين كل المعلمات وتشربين اللي عقبه وان شاء الله يصير خير. سوت الشيء هذا وجمعت المعلمات، وبعد ما مشن شربت اللي عقبهن والحمد لله ابشركم يقول رجعت المياه لمجاريها. تخيل ما كان في ام حكيمه او احد حكيم بالعائله وجت على بال الفكره هذه، يمكن تلقاهم الى الان منفصلين او مطلقين والله المستعان. نصيحتي لاي واحد يصور وخاصه اخواتي النساء، يعني ترى يكون في احد محروم ولد او محرومه ما تزوجت، فالله المستعان العين حق. ترى القصة دي حقيقية واللي كلمني يقول هذه حقيقية والشخص ذا أعرفه، فانتبهن يا أخواتي الحريم وابتعدن عن التصوير اللي ما له داعي. هذه قصة من القصص، القصص والله واجد ولا تنعد، بس هذه قصة أعطيناكم عشان تنتبهن وينتبه كل واحد يصور. الله يجزاكم خير. تنسوا الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي وبر الوالدين والصدقة وحسن الأخلاق والصلوات، فإنها من أوسع أبواب الرزق. والسلام عليكم ورحمة الله.